السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احلى صباح على عيونكم حبايبي، وحشتوني جدا 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 والله العظيم. بصوا اكلتنا النهارده بقى اكله شتويه من النوع الاول يعني، تمام. رقم واحد، زي ما انتم شفتوا كده، حته دهن مقطعه صغير خالص، ويا دوبك دبلت معايا كده، وحطيت ايه، بصلايه هندبلها برضو، مش هنخليها تاخد لون غامق ولا حاجه. يا دوبك ايه يعني، اهو زي ما انتم شايفين، انتم شايفينها طبعا عامله ازاي. ما عنديش صلصة جاهزة، فعندي صلصة في الفريزر. طلعت حتة وهنقلبها كده. وزي ما شفتوا دلوقتي في الخلاط معانا فصين توم وقرنين شطة حراق او قرنين فلفل احمر مش حراقين، تمام. او على حسب ما انتوا بتحبوا، لو بتحبوش الحراق حطوا مش حراق عادي يعني. المهم شطة خضراء وفلفل احمر والطماطم بتاعتنا وفصين توم، وهنفرمهم. دي ايه بقى؟ زي ما انتم شايفين كده، شايفين بقى الصلصه بتاعتي، هنقلبها كويس قوي ونحط عليها ايه، الطماطم اللي احنا هنضربها في الخلاط بالفلفل والشطه الحراقه والثوم. شايفين اهو. طبعا لو عندك صلصه جاهزه حطي معلقتين وشوحيهم حلو قوي مع البصله الاول، وبعدين ايه، انزلي بالطماطم المضروبه بتاعتك عادي خالص. انا كنت بس بكمل عشان تبقى الخلطه بتاعتي حمرا وحلوه كده ولونها جميل، تمام زي ما انتم شايفين كده. طبعا والله العظيم يعني اللون مش كده خالص، انت هتشوفوه في الخلطة هيبقى عامل ازاي، هيبقى جميل جدا جدا جدا. شايفين؟ طبعا سيبناها بقى لما اتسبكت ونطرت الايدام بتاعها كله، شايفين بتتكتك مع نفسها اهي. خلاص اتسبكت كويس معانا. هنحدقها بقى، نحط الملح بتاعنا ونحط البهارات بتاعتنا، نحط فلفل اسمر، وحطيت 7 بهارات، وحطيت كزبره. عايزه تحطي بابريكا حطي، عايزه تحطي حبهان مطحون حطي، او ايه تاني، جوز الطيب حطي اللي انت عايزه تحطيه، اي بهارات بتحبيها مع خلطه المحشي حطيها. دي خلطه محشي يا جماعه، انا بحب في الشتاء اعمل خلطه المحشي تبقى مسبكه مسبكه على اصولها بقى، زي ما انتم شايفين كده، تمام. يبقى فيها توم وبصل وطماطم وشطه وحاجات كتير. في الصيف بحبها تبقى خفيفه، ني في ني، اللي هي بسبك الطماطم بتاعتي عادي خالص، او اقطعها زي ما انتم شفتوني كم مره عملته معاكم، واحط البصل والفلفل والخضره وخلاص، يبقى احنا كده خلصنا تمام. دي طبعا مسبكه وتقيله كده، وبصوا حاجه محترمه كده بقى، تشم الريحه بقى، بصوا ما اقولكيش يعني. دي بقى من التسبيك على اصوله، تمام. حطيت الرز بتاعي، غسلته وصفيته كويس وحطيته وشوحته تشويحه جامده جدا جدا جدا. اللحمه بتاعتنا بتتسلق زي ما انتم شايفين، والشوربه بتاعتنا جميله جدا، وحاجه كده بقى ما اقولكوش، الريحه فظيعه. خرطت الخضره بتاعتي، دي خضره مشكله، اي خضره بتحبيها، بقدونس، شبت، كزبره، 3 مع بعض، 2 مع بعض اللي عندك. وعندك نعناع ناشف حطي، اخضر حطي، ودي شطه خضراء. عملت طبعا، قورت البتنجان والكوسه، احنا قورناه كام مره مع بعض، بس انا كنت بركز معاكم بس على الخلطه. الخلطه يا جماعه رهيبه، تحفه جدا. ميه بتغلي، حطيت نقطتين زيت، معلقه زيت معنى اصح، وايه، وعصره ليمون. شايفين بقى ورق العنب اللي احنا خزناه مع بعض؟ شوفي الحلاوه، شايفين ورق العنب عامل ازاي؟ شايفين اللون؟ ولا ورقه هتتكسر معاكي، ولا لونه هيغمق، ولا هيبقى مجلد وبيشد معاكي. حاجه كده بسم الله ما شاء الله، يعني زي ما بيقولوا فطير مشلتت مش ورق عنب. شايفه عامل ازاي؟ تحفه جدا، حلو قوي قوي. وهوريك الميه بعد ما اخلص. شايفين مفيش اي تكسير معانا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله العظيم احسن من اي طريقه جربتها قبل كده. في الورق اتكسر، اما عملته في ورق كراسه اتكسر، ورق جرايد برضه اتكسر، عملته في اكياس اتكسر، ولو عملتيه مسلوق هيتهري معاكي ومش هيبقى حلو. شايفين؟ هنزل لكم الفيديو بقى اللي احنا عملنا فيه، فرزنا فيه ورق العنب بالطريقه بتاعتنا في الاخر. تحفه يا جماعه والله العظيم. شايفين؟ ولا ورقه مكسوره ولا ورقه مقطوعه ولا اي حاجه، ولا هيتقطع معاك ويتفرفت معاك وانت بتحشي. شايفين الميه بتاعته؟ ما فيهاش ولا شايفين حته واحده من ورقه، يمكن وانا بعملها بالمعلقه دقيقتين 2 وهتلاقيه فك معاكي وزي الفل. زي ما قلت لكم، الكوسه والفلفل والبتنجان بتاعنا قورناهم، احنا قورناهم قبل كده كام مره مع بعض، وحشيناهم برده كام مره مع بعض. ما تمليش قوي الكوسيه او الفلفلايه بتاعتك، بحيث لما يستوي ما يطلعش الرز بتاعك بره خالص، تمام كده. ورق العنب بتاعنا برده حشيناه قبل كده كام مره مع بعض. شايفين ورق العنب وحلاوه ورق العنب؟ شايفين؟ تحفه يا جماعه، تحفه. الشوربه بتاعتنا سقينا شوربه، ولا على الوش دي يا جماعه ماجي او مرق الدجاج، تمام. هنعصر نص ليمونه مع الشوربه بتاعتنا،
وكلي احلى ورق عنب صابح صابح يا جماعه، فريش فريش، مش هقول لكم عامل ازاي. شكله طبعا يعني بيتكلم لوحده. تمام. احنا الشوربه بتاعتنا تقيله، فانا مش هحط سمنه بلدي. الشوربه بتاعتك خفيفه وكنا عاملاها الشوربه يعني ما فيش شوربه، او شوربه خفيفه، او عامله ني في ني، بحب احط معلقه سمنه بلدي كده على الوش. شوربتنا ما شاء الله دسمه جدا. خلاص هنعمل بقى حبه ملوخيه. حلاوه الملوخيه اللي متفرزه يا جماعه، دي حلاوه الحاجات المتفرزه بقى. شايفين الملوخيه وورق العنب؟ هسيب لكم الفيديوهات بتاعتهم في اخر الفيديو في شاشه النهايه. شايفين بقى؟ شايفين خضار الملوخيه ولون الملوخيه جامد 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 عامل ازاي؟ الملوخيه ورق العنب يا جماعه خزنوهم 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 من لحد السنه الجايه. من الحاجات اللي بتبقى حلوه قوي 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 ما بتتخزن. السبانخ وحشه جدا 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 جدا، ما تخزنوهاش خالص 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 يا جماعه. والفاصوليا نفس الكلام، ولا الفاصوليا ولا ولا الكوسه ولا الفاصوليا ولا السبانخ. اوعوا تخزنوه، سيئين جدا. الملوخيه بتاعتنا شايفين بنزلها وهي كانت فكت شويه، كان فيها حته تلج بس كانت فكت. الشوربه بتاعتي بتغلي، نزلتها وهديت عليها. ما بتغليش يا جماعه، ما بخليهاش تغلي. يا دوبك تفك، ايدي فيها بوطي عليها وايدي فيها لحد ما تفك. وزي ما انتم شفتوا كده ملوخيه خضراء جنه. وهنعمل لها الطشه بتاعتنا بقى الجامده كده. شايفين؟ لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وبحبكم جدا جدا جدا. وتعليق حلو منكم كده، ربنا يخليكم ليا. شمي بقى ريحه الكزبره مع التوم، حاجه كده خيال يا جماعه. الله، ملوخيه بقى بالطشه تحفه. وعرق الملوخيه ولون الملوخيه وطعم الملوخيه جامد جدا جدا جدا. اللي ما جربش يا جماعه المحشي المتسبك يجربه. ويجرب الملوخيه الخضراء، ويجرب الحاجات الحلوه اللي احنا عملناها. ورق العنب تحفه جدا والله العظيم جميل. شايفين؟ لا غامق ولا شايفين الورق، والله العظيم كان دايب عامل ازاي. شايفين شكل الورق العنب؟ يجوع يجوع يجوع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. معلش بقى البخار بقى طبعا يعني، بصوا لسه نازل حالا. شايفين ورق العنب لونه ولمعانه يا جماعه تحفه والله العظيم. جميل جدا جدا جدا، لازم بجد تجربوه. الله، بجد الله، جميل قوي قوي يا جماعه. شايفين شكله ولونه؟ والملوخيه التحفه جامده قوي دي، شايفين عامله ازاي؟ بذمكم شفتوا حلاوه زي دي؟ مش عمركم شفتوا ورق عنب وملوخيه تحفه ويعني لونها وحلاوتها كده؟ والله بجد. ونفسي تبقوا معايا ادوقكم واشممكم الريحه، ريحته وطعمه ما اقولكوش. بصوا، هو ده طعم واللي ني في ني طعم، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. شايفين البتنجان ولون البتنجان وحلاوه البتنجان يا جماعه، والملوخيه وورق العنب عامله ازاي؟ اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.